الناس كل لما تسال هو السيسي هيعمل ايه لو جه علينا جفاف بدل الفيضان، وانت ما تفكر ليه علينا يا عمده؟ اقول لك لا يا حبيبي، ما ده ممكن يحصل السنين الجايه. يعني احنا دلوقتي الفيضان جالنا بالخير والميه والرزق والزرع والكهرباء، لكن هنعمل ايه بقى وهنتصرف ازاي لما يجي علينا موسم جفاف؟ الحقيقه يا اخوات العمده انا مش عارف، والاجابه مش عندي، الاجابه عند الراجل ده لما نلاقيه في كل ازمه جاهز بالحل في الوقت المناسب، واما نعرف في وقت المصيبه انه كان عامل حسابه عليها من زمان. كنا كلنا مستغربين واما نقول له ايه لما تعملوا ده يا سيسي؟ قاعد ليه يا ريس تحفر بحيرات وانهار صناعيه وتستصلح في اراضي صحراويه في الصحراء وانت اصلا ما عندكش ميه، لما احنا اساسا عندنا عجز مائي وعاملين لنا سد النهضه عشان يعطشونا اكتر؟ يا ريس انت ما تفكر ازاي؟ انت ما ترمي ليه فلوسنا في الصحراء؟ احنا غلابه قوي وظروفنا الاقتصاديه صعبه، وفجاه في وسط استغرابنا ورفضنا وصخابنا واسئلتنا الكتيره دي كلها يجي علينا الفيضان والبحيرات والانهار الصناعيه دي كلها تتميلي والصحراء كلها تخضر، وادينا هنزرع بدل المليون فدان ملايين وهننور وهنلعلط كلنا كده، ونكتشف ان هو طلع في الاخر صح وانه كان عنده بعد نظر. وقلنا نفس الكلام ده برضه لما قعد يصرف على الجيش والتسليح والمصانع الحربيه، وكل شويه يا اخويا نسمع انه جايب طياره جديده اف 16 19 باوند برو ماكس، اصله جايب دبابه اوبو 20 اما تطير في الهواء، واحنا نزعج ونصرخ نقول له يا عم الرئيس انت ما تعمل الكلام ده ليه واحنا جايين نحارب الصبح؟ ايوه لو هو عندك تجمع دبابات وطيارات جمع براحتك، بس مش على حسابنا، مش على جفا الشعب المطحون ده. وفي الاخر عرفنا ان لولا التسليح اللي اتعمل ده كان زمان البلد كلها في خبر كان، ما كانش زمانك عرفت تقف قدام امريكا واسراء سندال لوحدك في المنطقه راس براس. وزعجنا برضه وقعدنا نهات ونقول له لما تعملوا الطرق والكباري والمدن الجديده والمواني دي كلها، وش يا اخويا قطر سريع، وش نفق اما يعدي تحت الميه ونفق فوق الميه، ليه ده كله؟ وفي الاخر لقينا مناطق صناعيه في كل حته في مصر والصين واوروبا ما يتهفتوا عشان يجوا يصنعوا عندك، ومدن عالميه كل الخليج اما يقعوا بالدولارات عشان يجي يستثمر ويتفسح عندك. فعشان كده يا ريس احنا مش قلقانين من اي فيضان ولا اي مصيبه جايه علينا، احنا عارفين ومتاكدين انك عامل حسابك كويس على كل حاجه، متاكدين انك فعلا شغال وشغال صح، وعلشان كده الشعب المصري النهارده اغلب واقف وراك وما يسندك في كل خطوه ما تعملها. اشتغل يا ريس وعمر وعلى الخرفان والنتن وترامب وشيروا له وابعتوا له.